عاوزين نجيب حد كبير. على فكره انت مش عارف. لا يا عم احنا هنكتب عليك. احنا عاوزين ننزل واحد فينا مش غالي. انت راجل. يا ابني ما تركز يا ابني. ركز يا تعالى. مش هو هم يكذبوا عليك مش عيب. حسبي الله ونعم الوكيل. هو انت لا ما بتصورش. لا انا مش هصور محمد. والسلام عليكم صبري. ضربه واحده. عامل عمليه على فكره قبل كده. عامل عمليه فين؟ في ديك كنت تضرب بيها؟ محمد حداد. اعدل نفسك كده. والله العظيم يا محمد يا رزق انت بتبيع عليك يا ابني ضربتك معروفه. يا نهار اسود. الناس كلها عماله تحضر. ثواني بقى ثواني. انتوا قاعدين بتلعبوا ما انتش خايف من الضرب؟ ضرب ايه يا عم؟ لا انهي ضرب؟ الضرب ده ولا الضرب اللي هناك؟ الضرب بتاع صلح. ما هيجي دورك بس. هيجي دورك. انت مش خايف من الضرب بتاع الداخليه بيقولوا هيفضوا الميدان ويضربوا؟ لا والله قاعد بتلعب ولا على بالك؟ كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، فاحنا قاعدين ان شاء الله لحد ما السي يقع. وانت برضو بنفس المبدا؟ ان شاء الله مكملين باذن الله 7 سنين كمان. لا يعني 7 سنين اعتصام ولا 7 لا سنين؟ 7 سنين بعد رجوع الدكتور مرسي. يعني برضو بالنسبه لموضوع الداخليه مش مدخل في قلبك الرهبه؟ لا اروح طبعا. لا طبعا. اجي؟ لا خالص. غريبه يعني ان انت جاي معتصم وبتلعب، ده معناه ان انت مش همك يعني؟ معناه ان احنا بنتحدى العالم كله ان شاء الله باذن الله. ليه بتتحدى العالم كله ليه؟ والعالم ما عملش حاجه. ايه؟ العالم كله ما عملكش حاجه. عشان بدأنا. الجيش بنتحدى العسكر ان شاء الله باذن الله. برضه نفس الكلام. احنا جايين هنا مش خايفين من حاجه، بدليل ان احنا بنلعب اهوت وكل الناس دي على فكره مش دكاتره ومهندسين واساتذه وناس محترمين جدا. بنقول للناس كلها ان احنا قاعدين هنا احنا مسالمين، احنا قاعدين ان شاء الله بنلعب مع بعض وقاعدين اوقات ظريفه مع بعضنا، وده دليل ان احنا مش خايفين من حاجه، لان احنا على مبادئنا. وزي ما الدكتور طارق بيقول احنا بنتحدى اي حد ممكن يغتصب حقوقنا، مش العالم، بنتحدى اي حد ممكن يغتصب حقوقنا. أحب أقول إن كيف اليد أن ترتعش بعد أن حملت أنعاش الشهداء. وبالأمس كنا لا نجد شيء نحيا لأجله، واليوم وجدنا قضية عادلة نستحق أن نحيا من أجلها ونموت بها. أنا مختلف مع حضرتك، متفق مع كلمة الدكتور طارق، وإحنا فعلا بنتحدى العالم. أمريكا المدبر الرئيسي للانقلاب، السعودية، الإمارات، دول الاتحاد الأوروبي اللي كانت مرتعشة في الأول نعترف بالانقلاب أو ما نعترفش، ولحد الآن واقفة موقف يعني يختلف عن مواقف بعض يعني شعوبها. لا احنا فعلا بنتحدى العالم اللي عاوز يوقد هذه الفكرة في مهدها. إن شاء الله بإذن الله احنا وقود لهذه الثورة، هنموت وهيجي ولادنا وهيجي أولاد أولادنا. إذا ما كانتش الفكرة دي تحيا على ايدينا احنا، هتحيا على ايدين ولادنا او على ايدين ولادنا، وهنفضل نبث الفكرة دي فيهم لغاية لما ان شاء الله الفكرة دي تظهر. طب اولا انا اقصده بس من حتة العالم، تحفظ على كلمة العالم يعني. العالم لحد دلوقتي احنا بنتعامل مع 190 دولة، لحد دلوقتي مفيش دولة فيهم اعترفت بينا. ثانية واحدة، مفيش ولا دولة من 190 دولة دول اعترفت بالانقلاب، فهو ده تحفظي. عشان كده بقول العالم ما عملناش حاجة، بدليل ان هم مش معترفين، فدي لصالحك انت مش ضدك. عكس ان هو لو كان يعترف كده انت بتتحدى العالم، ده بس ده تحفظي. انما انا واحد من الناس انا مؤيد ومستقتل ان هو عشان خاطر احيا بالمشروع الاسلامي. لا اللي احنا نقصده ان احنا لو العالم كله وقف ضدنا عشان فكرتنا وعشان مبدأنا، احنا ممكن على استعداد ان احنا نتحداه، مش بس العسكر اللي عندنا في مصر او الفاسدين اللي موجودين عندنا في مصر او في العالم العربي او من يولوهم من الخارج او من يعونهم من الخارج. احنا بنقول نفس الفكره اللي حضرتك بتقولها. احب بس نختم كلامنا بمقوله جميله جدا سمعناها النهارده. خير لنا او اما ان نحيا عظاما فوق الارض او ان نكون عظاما تحت الارض.
عظاما فوق الارض او ان نكون عظاما تحت الارض. واحنا ان شاء الله رب العالمين الدكتور محمد مرسي راجع. كلنا يقين بده وكلنا امل قبل اليقين، ومكسبنا وانتصارنا هي ان كل الجموع دي تتبنى نفس الفكره، مش في شخص. احنا هنا مش عشان شخص، وهنا مش عشان 3 سنين، ومش هنا عشان رئاسه ولا انتخابات خالص خالص خالص. لا، احنا ارواحنا اغلى بكتير من ان احنا نديها او نضحي بيها عشان خاطر شخص او خاطر فتره زمنيه تقعد في رساله. احنا ارواحنا بنديها هنا عشان خاطر فكره، رساله، مبدا احنا كلنا على قناعه بيه.